السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. مدام هناء دايما تطلع تقول انها عايشة وحدها، وياسمينة عايشة في شقة لوحدها وبتيجي لها زيارة والكلام ده. الناس اللي ما بتحبش مدام هناء بيأكدوا ان ياسمينة وجوزها عايشين مع مدام هناء، وما صدقوا مدام هناء قالت كلمة في الفيديو فكلهم طالعين بيحكوا ويضحكوا. احنا اهو ادي الكلام اللي احنا قلناه لكم، ان ياسمينة وجوزها عايشين مع امها، وامها بتقول لا مش عايشة معايا، ودي ليها اسباب بتقولها عشانها، فمش عايزة تقول ان بنتها عايشة معاها. طب ايه يا جماعة المشكلة؟ سواء بنتها عايشة معاها او بنتها مش عايشة معاها، في ايه المشكلة؟ واعترفت فين؟ وقالت في انه فيديو؟ قالت في الفيديو بتاع الجمبري، اللي هي البيتزا بتاعت الجمبري. قالت ايه بقى يا جماعة في الفيديو ده بتاع البيتزا؟ قالت لما بنت اخوها منة بتقول ان عمته ما بتاكلش الاسماك، قالت لها لا انا باكل السمك بس انا ما بحبش منتجات الاسماك. يعني هي ما بتحبش تعمل بيتزا بمنتجات الاسماك. وقالت كمان ان هي بتعمل البيتزا بالمنتجات الاسماك مخصوص عشان مامادوه وياسمين، عشان هم بيحبوها، وان هي لو عايشة لوحدها ما كانتش هتعمل البيتزا دي. وقعت في الكلام يا مدام هناء، اعترفت بلسانك ان انت عايشة مع بنتك وجوز بنتك. اهو انت قلت اهو لو انا عايشة لوحدي ما كنتش هعملها. يا ربي، كل القنوات اللي بتكره مدام هناء مسكت الكلمة دي وعاملة عليها فيديوهات. اعترفت بلسانها. كنا بنقول لكم من ساعة بنتها ما اتجوزت واحنا بنقول لكم ان هي بنتها عايشة معاها وهي بتخبي. طب يا جماعة، واحدة واحدة، انتوا كلكم عارفين ان مدام هناء تلقائية، بتتكلم كده اللي في قلبها بتقوله على طول، ما بتجملش في الكلام. يعني ما بتعرفش تجمل في الكلام، بتقول اللي في قلبها على لسانها على طول. الست قصدها ان هي لو بطولها ملهاش حد، ما عندهاش اولاد، ربنا يحفظ لك اولادك يا رب يا مدام هناء. قصدها لو هي بطولها وما عندهاش حد وما عندهاش اولاد ما كانتش هتفكر تعمل البيتزا دي. يعني لو ما فيش في حياتها اولاد ما كانتش هتفكر تعمل البيتزا دي. هي بس بتعمل البيتزا دي عشان خاطر بنتها وجوزها. يعني هي قصدها، يعني مش عارفه اوصلها لكم ازاي. يعني ما فيش حد في حياتها، لو ما فيش حد في حياتها ما كانتش هتعملها، لكن بناتها ولادها بتعملها عشانها. مش معنى كده انها تقول انا لو عايشه لوحدي ان بنتها عايشه معاها. لا، هي ما تقصدش المعنى ده خالص. يعني هي ما تقصدش المعنى ده خالص. هي تقصد ان لو ما فيش عندها اولاد ما كانتش هتعملها. هي بمفردها بطولها ما كانتش هتعملها لنفسها، لكن هي بتعملها عشان خاطر بناتها. فانتوا مسكتوا الكلمة انا لو عايشة لوحدي ومسكتوها عمالين تسلخوا في مدام هناء. اعترفت بتكذب على متابعينها، محدش يصدقها. وهي بقالها قد ايه بنتها متجوزة وبتقول بنتي مش عايشة معايا. طب بتعترف بالكلام ده ليه بقى وعمالة تقول ان بنتي مش عايشة معايا ليه؟ ما هو في اسباب مخليها تقول ان بنتي مش عايشة معايا. ايه بقى الاسباب دي؟ اسباب كذا سبب، مش سبب واحد. بقى بيقولوا ان مدام هناء ما بترضاش تقول ان بنتها عايشة معاها عشان خاطر تقدر تطلع تعمل فطار وغدا وعشاء وتصور وتنزل. قاعدة بفطر معاكم، قاعدة بتغدى معاكم، قاعدة بتعشى معاكم. ما هي وحيدة بقى يا عيني، هتعمل ايه؟ فبتستعطف الناس، فبتطلع تعمل في اليوم 3 فيديوهات للأكل. غير كمان ان هي برضك بتقعد تستعطف الناس وعشان خاطر انها عايزة تتجوز. كل شوية تقول شروط العريس وانا عايزة اتجوز انا عايزة اتجوز، فكل شوية تقول كده، فبتستعطف الناس. بقى الناس يا عيني دي عايشة وحدها، ما تسيبوها تتجوز يا جماعة.
غير كده برضك بتستعطف الناس اللي هم الناس اللي بتوع الخليج عشان يبعتوا لها فلوس كتير. طب بذمتكم ده كلام؟ ده سبب يعني انها تقول ان بنتي مش عايشه معايا عشان؟ طب وايه العيب؟ ايه العيب يا جماعه ان بنتها تعيش معاها؟ وحتى لو بنتها عايشه معاها ايه المشكله يعني؟ يعني مش فاهمه، انتوا شايلين الموضوع ده ويعني عمالين تعملوا حاجات وتقولوا حاجات. يعني هقول لكم ايه، كذا مره الست تقول بنتي مش عايشه معايا، ولو بنتها عايشه معاها ما فيهاش عيب انها تطلع تقول. وكذا مره تصور في مطبخ ياسمين، لا ده هي لما بتيجي تصور في مطبخ ياسمين بتخلي بنتها تاخد البيجامه وتروح. يعني بيجيبوا المطبخ ده منين مثلا؟ بيأجروه مثلا؟ مره تقولوا ده الشقه دي بتاعتها وهي مديها لبنتها، ومره تقولوا ده شقه صاحبتها. انا مش فاهمه صاحبتها دي كل شويه مدام هناء هتلبس بنتها البيجامه وتقول لها روحي تصوري في شقه صاحبتك؟ يا جماعه ما بالعقل يعني. وبعدين الست بتقول ومبسوطه ان بنته ياسمين وفيروز الاتنين عايشين في عماره واحده وبيسالوا على بعض وبيزوروا بعض. لو ياسمين عايشه معاها مدام هناء كانت تطلع تقول. يعني مدام هناء كانت هتخاف من ايه؟ عمالين تقولوا هي مش عايزه تقول عشان عايزه تتجوز، بتستعطف الناس عشان الناس ما يقولهاش ما هي بنتك عايشه معاكي هتتجوزي ليه؟ مش عايزه تقول عشان كل شويه ما هي بتعمل بقى فيديوهات الاكل، ما هي ما عندهاش محتوى، فبتعمل ايه؟ كل شويه طالعه تفطر، طالعه تتغدى، طالعه تتعشى. طب هي وعادي يعني ما كان ممكن تعملها وياسمينة بنتها عايشه معاها؟ هي ياسمينة هتقول لها لا؟ ما هو المتابعين كمان بيحبوها وهي قاعده بتاكل. اللي ما بيحبهاش ما بيخش لهاش وهي ساعه ما بتاكل. بالعكس، ما انتوا شوفوا الفيديوهات بتاعه الاكل بتاعتها هتلاقوا عليها مشاهدات كتيره جدا. وبعدين بتقولوا كمان ان هي مش عايزه تقول، بتستعطف بتوع الخليج عشان يبعتوا لها فلوس. اللي عايز هيبعت من غير ياسمين عايشه او مش عايشه. وبعدين مدام هناء مش محتاجه، يعني مدام هناء مش محتاجه انها تستعطف حد عشان يبعت لها. مدام هناء الحمد لله، انتوا ساعات بتقولوا مدام هناء مليونيره، يبقى تستعطف ليه؟ هتحتاج منهم ايه؟ هيدوها ايه يعني؟ كام الف؟ هم دول يعني اللي هيخلوها ما شاء الله؟ لا طبعا، كل الكلام اللي انتوا بتقولوه مش ملوش صحه من الاساس نهائي. الست لو بنتها عايشه معاها كانت هتطلع تقول ده بنتي عايشه معاها. وكانت كل شويه تعالي يا ياسمين نعمل فيديوهات، ياسمين جت من الشغل، ياسمين خرجت، ياسمين جوزها فوق. يا جماعه انا مش عايزه اعلي صوتي عشان ده بالعكس كانت هتعمل فيديوهات اكتر وتقول ده ياسمينة لسه راجعه من الشغل انا ما رضيتش اعمل فيديو دلوقتي، او ياسمينة داخله دلوقتي اهي هعمل معاها فيديو، او جوز ياسمين جه فانا مش عايزه اتكلم بصوت عالي. كانت عملت فيديوهات كتير 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 لو ياسمينة عايشه معاها. فانتوا ما بتصدقوا اي حاجه وتمسكوا فيها. طالعين تقولوا شوفوا هناء المفروض ان هي اخواتها جايين يزوروها، بدل ما تقعد معاهم قاعده على الترابيزه لوحدها تاكل. ما هي مدام هناء يا جماعه قالت في الفيديو احنا قاعدين شويه قاعدين على الترابيزه دي وشويه قاعدين على الترابيزه دي، يعني هم كلهم مش متجمعين على ترابيزه واحده ومدام هناء قاعده وحدها، لا متقسمين عشان هم ما شاء الله كانوا كتار جدا، فمش هينفعوا يقعدوا على ترابيزه واحده، فهم قاعدين شويه هنا وشويه هنا على كذا ترابيزه. ومدام هناء قعدت تصور معاهم، تصور الفيديو بتاعها وبعد كده هتقعد معاهم. هي مدام هناء صورت لنا اليوم كله؟ ما صورت لناش حاجه غير هي مثلا 10 دقايق ولا الربع ساعه اللي صورت فيها الفيديو بتاع الاكل. طالعين عاملين قصه وحكايه ليه؟ وبعدين هي حره تقعد تاكل على الترابيزه بتاعت اخواتها، تقعد تاكل لوحدها، هي حره. وفي ناس طالعه تقول ده اخوها المستشار ما جاش، وناس طالعه تقول لا ده اخوها جه بالاماره كان لابس تيشيرت احمر وما عجبهوش الوضع، راحوا ما عجبوش وضع اخته وهي بترقص هي واخوها، راح واخد بعضه وداخل على جوه. طب انتوا شفتوه يعني انتوا شفتوه ان هو ما عجبهوش الوضع وراح واخد بعضه؟ يعني الكاميرا جابته وهو واخد بعضه وداخل جوه وسابهم؟
عرفتوها ازاي؟ طب ما يمكن كان قاعد في حتة تانية، قاعد بعيد يعني شوية، عشان مش ما ينفعش يظهر على الكاميرا. انا نفسي اعرف انتوا عرفتوها ازاي ان هو ما عجبهوش الوضع. وبعدين يا جماعة خلوا الناس في حالها، كل واحد حر يا جماعة، كل واحد حر في حياته. هي دلوقتي لما ما كانتش مع اخواتها ضرتكوا في حاجة؟ اخواتها هم اللي يزعلوا منها انها ما قعدتش معاهم، مش انتوا اللي طالعين تتكلموا. اذا زعل ده هم مش هيزعلوا طبعا، لان اختهم قاعده معاهم على طول، قاعده معاهم طول اليوم. وجولها بعد ما كان يعني هي راحت مصر وبقالها اسبوع، وقعدوا يتحايلوا على اخواتها عشان يجوا واختها اللي عندها قناه، اللي مدام هناء ما دعمتهاش، اللي فاتحه القناه بتاعتها بقالها سنه، جايه تاخد برضك اللقطه. وما جاتش غير لما هناء قالت لها انها تدعمها وهتتكلم عن القناه بتاعتها. طب ما في ناس تانية برضك اخواتها فاتحين قنوات وما بيجيبوش سيرتهم خالص. يعني في ناس فاتحه قناه ومعروفين كويس جدا، ولهم اخوات فاتحين قنوات وما ما بيذكرهمش خالص ولا اكن لهم اخوات خالص. ما كل واحد حر. هي مدام هناء ممكن يكون ما ذكرتش اختها خالص عشان خافت عليها، لان اي حد بيعرف ان في حد قريب من مدام هناء بينزلوا عليه سلخ زي ما هم سلخين ابو منة، ففضلت انها تخليها بعيد شويه. وانتوا سايبين حتى اختها، ما انتوا اختها مبهدلينها برضك في الفيديوهات بتاعتكم. ايه الفيديوهات اللي بتعملها دي؟ ايه طريقه التمثيل اللي بتعملها دي بايخه، ده مش حلوه، ده ايه اللي هي بتعمله ده؟ هو انتوا سايبين اختها؟ انا اللي اعرفه لو انتوا ما كنتوش تعرفوا ان هي اخت مدام هناء كنت دخلتوا وشكرتوا فيها، لو هي واحده ملهاش صله بهناء، بس عشان هي قريبه اخت مدام هناء فانتوا داخلين مبهدلينها برضك. عشان كده مدام هناء ما كانتش بتجيب سيرتها. فسبحان الله، ليه بتعملوا كده يا جماعة؟ ليه بتعملوا كده؟ ما تخلوا كل واحد عايش في حياته، هو حر. انا اظهر اختي، اظهر اخويا، ما اظهرهمش، ما دام انا ما بضركمش في حاجة يبقى خلاص. يعني انا ما بضركمش في حاجة، انا ما قلتش ان عندي اخت، انتوا مالكم؟ يعني انتوا ايه ضركوا في ايه؟ انا ما اكلتش مع اخواتي، انتوا مالكم؟ هم قاعدين على ترابيزه وانا قاعده على ترابيزه، انتوا مالكم في القصه دي؟ هم اخواتي جم اشتكوا لكم؟ هم اخواتي جم قالوا لكم اختنا ما سالتش عنا وسابتنا وقاعده تصور الفيديو؟ بدل الواحد ما يقول الكلمه الوحشه يقول الكلمه الحلوه، على الاقل هتاخد عليها صدقه. الكلمه الحلوه بناخد عليها صدقه. وما يصحش طول ما احنا قاعدين نجيب في سيره الناس، قاعدين نقطع فيهم نقطع. طب القنوات اللي بتنقد، طب انقدوا مره حاجه حلوه ومره حاجه وحشه. يعني الست مش طول عمر من ساعه ما طلعتوا على النت او من ساعه ما هي فتحت وانتم مقطعينها ما شفتكمش مره قلتوا على الست حلوه؟ يعني الست ما بتعملش حاجه حلوه ابدا، شريره قوي للدرجه دي؟ مش فاهمه انا. امال انا عينيا شايفه الست طيبه وكويسه وحنينه وما بتاذيش حد وما بتعملش حاجه وحشه في حد ولا اي حاجه. انتوا بتجيبوا الكلام اللي انتوا بتجيبوه ده منين؟ انا مش عارفه الصراحه، يعني انا مش عارفه انتوا بتجيبوا الكلام ده منين. ربنا يبارك لك يا رب يا مدام هناء في اخواتك وفي عيلتك، ويخلي لك بناتك يا رب. ربنا يخلي لك بناتك يا رب، وتتهني بالاجازه اللي انت جايه فيها دي، ونشوف منك فيديوهات حلوه قوي انت واخواتك. يلا يا بنات عشان ما اطولش عليكم الفيديو، اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع الف سلامه.